هاي الاتفاقية زي اتفاقية أوسلو، زي اتفاقية قريش، زي كل الاتفاقيات اللي عندكم منها، ما إلها قاعدة حقيقية وصدق. فممكن إنه هو يلعب على الغرب ويقولوا بعدين أمريكا زي ما عملت في أفغانستان، زي ما عملت في العراق، غلطوا. في الوقت الحاضر قتلوا دروز، بده يقتلوا دروز، نحن لا يمكن أن نقبل هذا الشيء. فنحن عم نقاتل ونعمل ونجتهد إنه هذا الشيء ما يصير. ونحن اليوم بنقول يعني لا ترد أنا بوجه هون موقف اللي موجود نحن فيه في المنطقة، ممكن يكون في أي محل فيه جاليات روسية، إنه ما يأمن أول شيء بشار. مستحيل اللي كان إرهابي يكون يتغير، زي ما مستحيل إنه واحد يتعامل مع المخدرات ويتغير وبيضل. الإرهاب هي شكل مخدرات، يعني مستحيل حب في داخل إنه يقتل ناس أبرياء، يقتل ناس اللي هم مش بأمنوك زيه. ولذلك هذا الموقف اللي فيه موجود اليوم اللي هو بيطلع أمريكا، نحن لا يمكن نقبله بأي صورة من الصور. وإسرائيل على بلد تحكيها إنه بداش، ولكن في ضغوط في المنطقة كلها، في مش بس عندنا السويد مشكلة، عندنا مشكلة مع الحوثيين، عندنا مشكلة مع حماس، عندنا مشكلة مع حزب الله، عندنا مشكلة مع كل العالم، وخسر من هاي المشاكل هي كمان السويد. أما أنا حكيت مع رئيس الحكومة قبل كم يوم وقال لي إنه لا يمكن حتى إنه يكون على السويد أي خطورة ونحن نقبل عليها. السويد ما في، وإذا كانوا مش بس طريق، أي زعيم جزء بقول إنه فيش شانس إنه يكون استقلالية بالسويد، نحن بدنا نموت ونعمل استقلالية للسويد، وبظل مسلمان هو الشيخ الوحيد للدروز، وإن شاء الله يكون هناك موقف توحيد الطائفة الدروزية من الكرمل للجليل للجولان للسويدة، لا كمان للمختارة عشان يحط اجره على هذا وليد.